السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل فطيرة سهلة ولذيذة حلوة جدا للعشاء وللفطار كمان، وتنفع في كل الأوقات. بصراحة إن شاء الله هتعجبكم، ومقاديرها سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين كده. عندي هنا نص كيلو من دقيق، 3 كوبايات من الدقيق. تمام. هاخد عليهم معلقتين من السكر، وكمان معلقة أكل ممسوحة من الخميرة الفورية، ورشة ملح. تمام. ودلوقتي بقى هنقلب المكونات الجافة مع بعضها كده. تمام. ودلوقتي بقى هاخد عندي اي مادة دهنية عندك، سواء زبدة او سمنة او زيت. هاخد 3 معالق. بسم الله. ممكن زيت زيتون لو حب، او 3 معالق اكل. اقلبها مع بعض كده. تمام. دلوقتي بقى عندي ميه دافيه. انا حطيت كوبايه الميه الدافيه كلها، وبايدي بقى هفضل اعجن لحد ما تكون معايا عجينه متماسكه. انا عايزه العجينه بتاعتي تكون طريه. دلوقتي ده كده شكل العجينه بتاعتي. انا عجنتها على الرخام لحد ما بقت عجينه طريه جدا ومتماسكه زي ما انتم شايفين كده. تفضلي تعجني على الرخام لحد تعجني فيها فتره يعني. تمام. حوالي 5 دقايق عشان تبقى عجينه متماسكه معاكي وطريه زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ بسم الله. اهي دي كده العجينه بتاعتي معايا، ما شاء الله عجينه طريه جدا عامله زي الملبن. عندي بقى الطبق بتاعي حاطه فيه بس نقطه من الزيت كده اهي. تمام. هسيبها كده، بقى هغطيها ببلاستيك وبعد كده بفوطه، واسيبها في مكان دافي لحد ما تتخمر. وده كده شكل العجينه بتاعتي بعد ما اتخمرت. زي ما انتم شايفين كده حجمها تضاعف. انا سبتها في مكان دافي لحد ما اتخمرت زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى عندي هنا الصينيه اللي هسوي فيها البيتزا. دي صينيه اللي هي البسبوسه العاديه دي، او اي صينيه موجوده عندك. دلوقتي بقى انا خدت قطعه من العجينه كده زي ما انتم شايفين على الرخام، هفردها. ودي بقى قطع العجينه انا قطعتها كده زي ما انتم شايفين، حتت صغيره، كور صغيره كده. وهاجي بقى على القطعه دي هفردها كده. تمام. هفردها بسمك حوالي نص سنتي عشان نفردها في الصينيه. دلوقتي بقى انا فردت العجينه بتاعتي اللي احنا فردناها مع بعض دلوقتي في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. هاجي بقى على الكور الصغيره اللي انا عملتها دي، هفردها كده زي ما انتم شايفين. وهحشيها باي حشوه تكون عندك. انا هحشيها جبنه موتزاريلا. عايزه تحشيها ميكس جبن، اللي هو موتزاريلا على شيدر على رومي، براحتك. تمام. انا هحشيها كده زي ما انتم شايفين كده، وهقفلها على اساس ان دي هتبقى الاطراف بتاعه البيتزا بتاعتي او الفطيره بتاعتي. تكون الاطراف بتاعتها تبقى ايه، محشيه كده وبتمط. تمام. هقفلها كده اهو. عايزه تحشيها جبنه قديمه، عايزه تحشيها اي حشوه، حتى فراخ لحمه مفرومه متعصجه، اي حاجه. تمام. اهي هقفل بس العجينه شويه كده، وهاجي بقى في الاطراف كده هرصها كده داير ما يدور كده. ودلوقتي ده كده شكل الصينيه بتاعتي بعد ما كورت اللي هو الاطراف كده زي ما انتم شايفين، وحشيتها كلها جبنه موتزاريلا. حتة القطعة دي كانت فايضة مني، فقلت لزقتها كده على الأرضية. هي كده كده مش هتبان، لأن احنا هندهنها بصلصة البيتزا، فكده كده مش هتبان بدل ما ارميها يعني وكده، فحبيت استغلها. تمام. دلوقتي بقى عندي هنا اللي هي صلصة البيتزا، وهتلاقوها موجودة في القناة عندكم، ممكن تشوفوها عشان تعملوا زيها. هفرد بقى الصلصة كده بتاعتي. ممكن هقول لكم بس على صلصة البيتزا. بتجيبوا صلصة عادية وتجيبي طماطم مفرومة عليها شوية، وكمان زعتر، توم مفروم، زيت زيتون او زيت عادي، وتوم بودرة، وشوية من الملح كده، وشوية زيت. كل ده على البارد، وبترفعوهم على النار. او رشة سكر او معلقة عسل ابيض، بتدي طعم وبتفرق جدا جدا في الطعم. انت لو بتحضري الحاجات دي وقبلها بوقت، طبعا هتوفر معاكي وقت كتير، عشان لما تيجي تشتغلي تلاقي كل حاجة جاهزة معاكي. تمام. انا هدهن الوسط بتاع البيتزا بتاعتي او الفطيرة بتاعتي كده. لو حابين تدهنوا دي ادهنوها، بس انا مش هدهنها. تمام. نحط بس في النص كده بس. تمام كده كويس.
هحط بس حبه هنا كده بس كده. هاجي بقى هنا بعد ما دهنت صلصه البيتزا احط شويه من جبنه الموتزاريلا في النص كده، عشان دي اللي هتدي المطه، مش كل الجبنه تحطها فوق. تمام، شوفوا الحتت اللي احنا حطيناها اتدارت ولا كأننا حطيناها. اللهم صل على النبي. بقى عندي هنا الحشوه بتاعتي، انا عندي هنا خضار، مش فراخ ولا لحمه. عايزه تعملي بقى متوفر عندك صدور لحمه متعصجه، عن صدور فراخ متعصجه، تعصجيها كده بفلفل وبصل براحتك. عندك مثلا حته لحمه مفرومه كده صغيره في التلاجة، عصجيها ببصلتين كده وشويه بهارات حلوه برضو شغال. انا عندي هنا بقى بتاع اللي هو زيتون اسود اللي هو بتاع البيتزا ده، وطماطم بس من غير القلب بتاعها، اللحم بس. تمام، عشان مش عايزين فيها اي ميه زي ما انتوا شايفين كده. وفلفل اخضر، ممكن فلفل الوان، فلفل احمر، اي حاجه موجوده عندك حطيها فيها. ممكن تعمليها بالتونه زي ما انت عايزه بقى. اعملي الحشوه دي بقى اختياري. تمام، هوزع الحشوه بتاعتي كده في النص كده. تمام، شايفين ما شاء الله الالوان جميله ازاي. اعملي الحشوه بقى اللي تعجبك. تمام كده، هتظبطي بس الحشوه في النص كده. ممكن فلفل الوان زي ما قلت لكم عشان برضو تخلي الشكل حلو، بس هو كده ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الشكل حلو جدا. هنيجي بقى على الوش، هنحط شويه من جبنه الموتزاريلا، نغطي بقى الحشوه بتاعتنا الجميله دي عشان تتمط بزياده بقى. تمام، دلوقتي بقى الفطيره بتاعتنا اتخمرت زي ما انتم شايفين كده، وحجمها تضاعف. يعني الفروق دي ما عادش موجوده، كان في فروق كده بين كل كوره والتانية كده، ما عادش موجوده. الحجم بتاعها تضاعف زي ما انتم شايفين. انا سبتها حوالي نص ساعه على حسب طبعا المكان عندكم عامل ازاي. انا غطيت الصينيه دي بالاستكايه كده كبيره، بحيث ان العجين زي ما قلت لكم ما يلزقش في الغطا. تمام، وبعد كده غطيتها بفوطه او بطانيه صغيره تكون عندك كده، عشان تتسرع من عمليه التخمير وما تاخدش وقت معاكي في التخمير. سبتها نص ساعه. دلوقتي بقى الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 200. تمام، هشغل الفرن من تحت بس على على الشبكة كده في النص. هتحطي الصينية بتاعتك، مش هتشغلي الشواية خالص غير لما الأرضية تستوي خالص. تمام، وتتأكدي كمان ان الكور دي كمان استوت. تمام، بعد كده هتطفي الفرن من تحت وهتشغلي الشواية تاخد بس الكور اللي دي من فوق كده تاخد لون وتستوي من فوق، وبعد كده هنقفل عليه ونشوف شكلها. وبالمناسبة بقى انا دهنت الوش بتاع الفطيرة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بشوية من صلصة البيتزا. لقيت ان هو شكلها كده هيبقى احلى، عشان لسه ما تقعديش تعملي بيض وتدهين الوش وحاجات كده. لا، انا لقيت عندي صلصة البيتزا متوفرة، فرحت دهنه الوش عشان كمان تدي لون حلو زي ما انتوا شايفين كده. هدخلها الفرن وبعد كده نشوف شكلها ان شاء الله. ده كده شكل الفطيرة بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. هي لسه سخنة بس انا شوية بتحمل الحرارة يعني. ده كده شكلها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. لونها حلو جدا من فوق، وكمان طرية زي ما انتوا شايفين، طرية وهشة جدا. شايفين ما شاء الله شكلها يفتح النفس بجد. وكمان ريحتها قلب البيت عندي هنا ما شاء الله. ريحتها حلوة جدا وسهلة، ومقاديرها بسيطة جدا زي ما شفنا. قلنا بقى الحشو زي ما تحبي، زي ما يكون متوفر عندك الحشو، حط الحشو اللي تحبيه او الحشو المتوفر عندك، ما تعقديش نفسك. تمام، دلوقتي بقى هنشوف واحدة من الكور دي اللي احنا عاملينها دي. هوريكم قد ايه. بسم الله، هوريكم قد ايه بس هشة. شايفين هشة ازاي؟ وشايفين الجبنة بتمط فيها ازاي؟ حاجة كده من الاخر جميلة جميلة جميلة. شايفين لونها حلو ازاي؟ شايفين هشة زي القطن. هوريكم بقى مستوية قد ايه من تحت اهي. شايفين انت اول ما تلاقي الحروف دي اتحمرت كده او اخدت لون كده تعرفي ان هي استوت من تحت. وكمان الوش بتاعها، انا في الاول خالص انا ما كنتش واخده بالي من الفرن. الاول خالص دخلتها الفرن شغال بتاعي من فوق ومن تحت. تمام، فاخدت لون يا دوبك دقيقه كده. رحت طافيه الشوايه بعد ما اخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طفيت الشوايه وبعد كده سبت الفرن شغال من تحت بس
لحد ما استوت تماما. اخدت حوالي تلت ساعه في الفرن. تمام، شايفين ما شاء الله بجد حاجه كده تحفه تحفه تحفه. هقطع لكم بس قطعه من دي عشان تشوفوها. عايزه بس اوريها لكم كده. شايفين ما شاء الله، جميله جميله جميله. شايفين في جمال احلى من كده؟ جميله حلوه قوي قوي، ريحتها حلوه وطعمها حلو، ان شاء الله هيعجبكم. ونتيجتها بجد حلوه ومتاخدش وقت خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.